هاتي لفة جلاش واعملي معايا احلى صينية بقلاوة مورقة من غير ما تدهني الطبقات سمنة. هقولك مكون يخليها مورقة معاكي زي ما اتفقنا من غير ما تدهنيها الطبقات كلها سمنة وتاخد معاكي وقت. سهلة وسريعة تجهزيها في 10 دقايق وبتاخد برضو تسوية مش كتيرة، وهتعملي احلى صينية بقلاوة ولادك هيفرحوا بيها. انا بحاول اوريكي الطبقات وانا طبعا حاشياها، تقدري تسيبيها سادة لو حابة. مهما نوصف لكم جمالها تحفة تحفة تحفة. انتوا هسيبكم تجربوا وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. حاجة كده زي العسل تستاهل بقكم ومش مكلفة، يعني بمكونات متوفرة في كل بيت. ان شاء الله الطريقة دي هتعتمديها من كتر ما هي سهلة وبسيطة، والنتيجة هتبهرك بإذن الله. اللهم بارك، شايفين اللون بتاعها جميل ازاي؟ وهنا الحشوة برضو مميزة بتخلي طعمها افضل ما بتبقى سادة، بس انت اللي حباه تقدري المتوفر عندك تقدري تعمليه عادي. اللهم بارك، شايفين الطبقات؟ تعالوا نبدأ الطريقة مع بعض، نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. الحاجة تطلع من ايديكم طعمها زي العسل. اول حاجة هنعملها الشربات عشان يكون بارد معانا. انا هنا هستخدم كوبايه من السكر، بنفس الكوبايه هحط بيها كوبايه ونص من الميه. انا عاوزاه لا شربات تقيل ولو خفيف، يكون وسط. وبعمل معاكم الشربات الاول علشان الجلاش بيطلع سخن يكون الشربات معايا بارد، انزل بالشربات وهو بارد. الكوبايه دي لو انت عاوزه بالمقدار مقدارها 200 جرام من السكر. ولسه برضو هستخدم معاكم سكر كمان وشريحتين ليمون او عصره نص ليمونه، بس اهم حاجه لو هتنزلي بالليمون زي كده تشيلي البذر عشان ما يمررش معاكي الشربات. انزلي بقى بنقطتين فانيليا اي نكهه انت حباها او ماء ورد، وارفعيهم على البوتاجاز نار وسط لمده 8 دقائق، وبعد كده بتسيبيه يبرد. تعالوا بقى نشوفوا الحشوه معانا. انا معايا هنا زبيب وجوزة الهند، بواقي كلها من بواقي رمضان، وهنا معايا سوداني مجروش، ومعايا هنا معلقتين من السكر البودر. السكر البودر هنا فايدته ان هو بيخلي الحشوه معايا كده متماسكه، وفي نفس الوقت بيدي تسكيره للجلاش من جوه. لو انت حابه تستغني عن معلقتين السكر البودر عادي براحتك، هما مقدارهم برضو 50 جرام. يبقى انا استخدمت للفه الجلاش اللي هي نص كيلو 250 جرام من السكر. كان سكرها كده مظبوط للناس اللي بتحب الحاجه مسكره. لو انت ما بتحبيش الحاجه مسكره تقدري تستغني عن معلقتين السكر البودر. هنا بقى ببدأ هعمل 4 ورقات، لو حابة تعملي 3 ورقات عادي. ونزلت ب3 معالق من الحشوة، خلي الحشوة كده موحدة في كل الطبقات. هنا بحاول اسويها، اهم حاجة ما يبقاش في الجوانب كده الاربعة ما يبقاش فيها حشوة. وابدأي كده لفيها، انا بلفها مثلا 3 صوابع زي ما انتم شايفين كده بكل سهولة. وافضل حاجة تسويها في الصواني الالومنيوم، وابدأي تهنيها برضو دهنة بسيطة من السمنة، ورصيهم ما شاء الله زي ما قلت لكم 10 دقايق وهتكون جاهزه معاكي. هنا انا بعد ال4 ورقات وببدا بقى بالحشوه زي ما اتفقنا. هنزل ب3 معالق من الحشوه، ولو انت عاوزاها بقى ساده هتقدري تلفيها عادي من غير ما تحطي اي حشوه. ومش بلزمك باي حشوه معينه، المتوفر عندك تقدري تحطيه، حتى لو جوزة الهند وزبيب اللي انت تحبيه متوفر عندك زي ما اتفقنا. ببدأ كده ألفها. هخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة من غير ما تتهني طبقات سمنة وتاخد معاكي وقت كتير. هقولك ايه المكون السحري اللي متوفر في كل مطبخ وهيخليها معاكي مورقة ان شاء الله. ابدأي بقى قطعيها، اهم حاجة هتقطعيها 7 8 او المثلثات زي ما بنقول. تكوني بسكينة تكون حامية، او بالقطاعة بتاعت البيتزا دي مثلا. ليه حامية؟ علشان خاطر تقطعها لك للآخر. انا طبعا هنا بحاول قدر الامكان ان انا اظبط التقطيعه بتاعتي 7 8 بكل سهوله. كده واضح بالنسبه لكم؟ هعمل معاكم واحده كمان. وطبعا هتدخليها فرن درجه حراره 200، الرف اللي في الاوسط، بتاخد معاكي تلت ساعه. وبعد كده لو الشوايه ما بتولعش مع الفرن بتولعي الشوايه 5 دقايق بس. اهم حاجه تكوني متابعاها بعينيكي علشان لما بنولع الشوايه بتاخد لون معانا بسرعه علشان ما تتحرقش معاكي. انا هنا الاتنين اللي قطعتهم معاكم كان حجم المثلثات كان كبير، اما الباقيين قطعتهم كان حجم المثلثات كان اصغر. فاللي انت حباه تقدري تعمليه. انا الصراحه حبيت اللي هم الحجم الاصغر، غير ان هو عطاني شكل اجمل، عطاكي كميه اكتر كمان. يعني ما شاء الله لو هنعدهم مع بعض مثلا اللي هم الحجم الكبير 1 2 3 4 5 6، التانيين 1 2 3 4 5 6 7. يعني ما شاء الله دول عملوا اكتر وشكلهم هيبقى افضل واشيك كيوت كده صغنطتين. هنا بقى زي ما شفتوا معايا، تعالوا بقى نشوف المكون السحري اللي هحطه معاكم. انا طبعا معايا 200 جرام من السمنه السايحه، على فكره دول مش كتير.
هنا بقى المكون السحري حاجة بسيطة خالص من البيكنج باودر. البيكنج باودر زي ما احنا عارفين ده مادة رافعة، اول ما بتدوبيه اهم حاجة تدوبيه كويس في السمنة، بيعمل بقى كده اول الجلاش ما بيدخل معاك النار بيعمل توريقة كده يخلي السمنة كلها تدخل ما بين الطبقات بتاعة الجلاش. بس برضو ملحوظة حابة اقولها لكم، ما تكتريش زيادة عن اللزوم، هيبين معاكي طعم في الجلاش. انا حاطة حاجة بسيطة خالص. بمعلقه بقى تكون كبيره انزلي على كل مثلث من المثلثات بمعلقه كبيره من السمنه. حاولي كده، انا عاوزه السمنه تدخل في الجلاش، وهتشوفوا دلوقتي هوريكم قد ايه البيكنج باودر عامل مهم جدا. خلى معايا السمنه انا منزلاها من على النار، يعني فكاها دافيه بسيط خالص. مقدار السمنه كده معايا مظبوط علشان يساعد الجلاش يستوي كده ويورق معايا وياخد اللون الاحمر الجميل اللي انتوا شفتوه. واول ما بتخرجيه من الفرن لو لقيتي فيه سمنه زياده تقدري تصفيها على طول اول بس ما بتشدي الصينيه من الفرن. لكن لو سبتيها لو ثانيتين السمنه الموجوده في الصينيه الجلاش هيشربه، فخلي بالك لو انت عاوزه تعملي الحركه دي. هنا خلصت بقى كل الكميه، وطبعا الفرن بتاعي مسخناه، ما بتدخليش اي حلويات او معجنات في فرن يكون بارد، لا طبعا تكوني مسخناه قبلها ب10 دقايق. ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. وطبعا كل فرن بيختلف عن الفرن التاني، فانت تابعي الحاجه بعينيكي وتبقى عارفه نظام الفرن بتاعك. لو ما فيهوش اللي هو التايمر تقدري تخلي النار وسط وتسويه وتتابعيه كده وتشوفي لما ياخد اللون الاحمر من تحت هتولعي الشوايه. ما شاء الله اللهم بارك. بحاول كده احرك الصينيه يمين وشمال كده في كل الاتجاهات علشان خاطر السمنه تتوزع. هنا تعالوا بقى كده معايا هوريكم قبل ما يدخل الفرن خلاص كان ورق معايا. هنا بصوا مثلا اول طبقه بحاول افك الطبقه التانية عشان لازقين في بعض. ما شاء الله كانت السمنه كده دخلت ما بين الطبقات. حاجه تحفه سهله وبسيطه. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. ولو اول مره بتشوفوا قناتي انا فاتن الجندي، يسعدني متابعتكم وتعليقاتكم اكيد هتفرحني. اضغطوا على علامه الجرس علشان تشتركوا في القناه ويوصلكم اي فيديو جديد انا بنزله. ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى هي كده في الفرن اخدت معايا اللون المطلوب. هنا اللون الاحمر اللي انتم شايفينه الجميل ده. وزي ما اتفقنا اي سمنه زياده حابه تصفيها، بس ما شاء الله زي ما انتم شايفين مفيش حاجه فيها زياده قوي يعني زياده عن اللزوم. وانا متاكده ان الطريقه دي هتبهركم من كتر ما هي سهله وبسيطه وطعمها خطير. هنا بقى اول ما خرجته بيبقى سخن، والشربات طبعا انا عملته في الاول بيكون ده كده قوام الشربات وبيكون برد معايا. ما ينفعش تنزلي بالشربات وهو سخن ويكون الجلاش سخن، لا هيعجن معاكي، ما ينفعش. لازم حاجه من الاتنين تكون بارده. هنا بقى برضو بالمعلقه على كل واحده من الجلاش انزلي بمعلقه كده من الشربات. هو كان طعم التسكيره فيها كانت مظبوطه للناس اللي هي بتحب الحاجه مسكره. زي ما اتفقنا اللي مش بتحب الحاجه مسكره هتستغني عن السكر البودر. ما شاء الله اللهم بارك. لو قعدت معاكي يومين 3 صدقيني هتتن محتفظه بالقرمشه بتاعتها. هنا برضو اي حاجه انا بعملها حابه اوريها لكم. يعني انت مثلا بدل ما تبوظي الصينيه بتاعتك وهنا لقيتيها لازقه كده لسه من تحت، يعني ما قطعتش للاخر خالص علشان الصينيه ما يبانش فيها تخطيطات، تقدري بالمقص كده عادي بكل سهوله عشان تفضل محتفظه بشكلها الحلو كده المثلثات وتقدميها وبألف هنا على قلوبكم. ولو طبعا هتحفظيها تحفظيها في علبه محكمه الغلق، ما تسيبهاش متعرضه كده للهواء. هتتن زي ما قلت لك لو قعدت معاكي كذا يوم مقرمشه زي ما هي وطعمها خطير. ويا رب الفيديو ينول اعجابكم وتنفذوه وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. هتعملي احلى جلاش مورق كده ومقرمش وطعمه خطير، ويا ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احلى حاجه. ولو استفدتم من الفيديو لايك وشير علشان قناتي تكبر بيكم واقدر اقدم لكم وصفات تعجبكم وتنور رضاكم باذن الله. واشوفكم على خير في فيديو سهل وبسيط، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.